أمريكا تأمر الجزائر بتفكيك مخيمات تندوف. اللقاء اللي تم في مدينة أنطاكيا التركية بين أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري ومسعد بولس، أمريكا أمرت الجزائر بتفكيك مخيمات تندوف في 18 شهر. 18 شهر خصها تكون فكات هاد المخيمات. الجزائر طلبت من أمريكا أو مغريات اللي بغيت تقول، الجزائر قدمت مغريات لأمريكا بمنح امتيازات لشركات طاقة أمريكية مقابل تخفيف الضغط في ملف الصحراء، ولكن أمريكا أصرت على الحل السياسي أولا. إذن أمريكا أمرت الجزائر تفكيك مخيمات تندوف وإدماج أو إعطاء الجنسية للاجئين. احنا كنعرفوا هذه المخيمات تندوف، يعني هذا سكان المخيمات المجمل ديالهم عدد السكان ديالهم 120,000. الجزائر في التفاوض يعني كطرف مراقب هي وموريتانيا في الجولات اللي جازوا مدريد واشنطن، دائما كانت كتصير بأن هاد اللاجئين هادو يرجعوا للمغرب. في خطة الحكم الذاتي هاد اللاجئين يرجعوا للمغرب. المغرب ما قبلتش. المغرب قبلت الصحراويين، الناس المغاربة سكان الأرض الأصليين. نتوما كنعرفوا بأن هاد تندوف بوليزاريو مكونة فيها صحراويين مغاربة، فيها خليط من النيجر، موريتانيا، تشاد، مالي، يعني هناك خليط. هاد الناس هادوما عندهم جنسيات مختلفة. هاد الناس هادو أمريكا طلبت الجزائر الدمجهم وتعطيهم الجنسية، يعني 120,000 غيرجعوا للمغرب 20,000. وهاد 20,000 هناك تعاون بين المغرب وإسبانيا في الأسماء ديال إعطاء الأسماء ديال هاد العائلات المغربية. إذن الإخوان كما كنا كنقول لكم، الملف وصل لنهايته، رغم أن بالمناسبة بوليزاريو رفضت هذا القرار، ولكن بوليزاريو ما بيدها والو. الجزائر هي كل شيء. المفاوضات المباشرة مع الجزائر، بوليزاريو كما قلنا ليس لهم كلمة. الحكم الذاتي كما قلت لكم سابقا، ملف الحكم الذاتي وصل إلى نهايته، والأمر حاسم بالنسبة لأمريكا. إذن الإخوان، انتصار للمغرب هذه القضية هذه، وحنا ما عندناش إلا انتصار وانهزام، لا، هذا أمر واقع. يعني المجتمع الدولي حاليا كيشوف بأن هذا الملف هذا خصو يتحسن، وعلى الرأس هذا المجتمع الدولي الولايات المتحدة. هذا الشيء اللي كاين.